يا صباح الفل عليكم. بنتكلم النهارده بعد ماتش الاهلي والزمالك اللي كان بيتلعب امبارح وانتهى بفوز الاهلي 3-0. عايز اوجه كام رساله كده للاعيب الزمالك، وهنبدا ناخدهم واحد واحد. في الماتشات الكبيره اللي زي الاهلي والزمالك بيبدا يبان دور حارس المرمى، وانا بشوف دايما ان مهدي سليمان بيبقى مهزوز. طيب، الماتشات الكبيره عايزه حارس مرمى كبير. لو انت هتظهر في ماتش زي ده وتبقى مهزوز، فانت مش حارس مرمى كبير. ارمي على جنب. نبدأ نتكلم عن صاحب المصيبة الأكبر، حسام عبد المجيد. انت بقالك كام ماتش بالفعل نقدر نقول مستواك 50-50، بس امبارح في ضربة الجزاء، مش دي ضربة الجزاء اللي بيشوطها حسام عبد المجيد، مش هي دي، ولا التكنيك ولا الطريقة ولا الثقة ولا، فانت دخلت بمعنى أصح كأنك غامز لمصطفى شوبير واديتها له في ايده. فتوح، انت فتوح بقالك فترة طويلة طويلة، مش انت فتوح. بحاول ان انا ادور لك على عذر ان انت بتلعب في مكان غير مكانك، بس انت بالفعل اثبتت ان انت مش قائد ولا ينفع تكون قائد لفريق الزمالك لحاجات كتير. انت في الملعب مهزوز، طريقة لعبك مش مظبوطة. امبارح الجون التاني بتاع الشحات جاي منك انت، غلطتك. الكورة مش بتلحقها واتفرشت على الارض وبصيتها لبن شرقي وبن شرقي لعبها للشحات، وكان جون جميل يعني بالنسبة لفتوح. تعالوا بقى للمصيبة الأكبر، وده اللي عايز الفيديو يبقى كله متوجه ليه. ناصر منسي. ناصر منسي، انت من بعد اللي انت عملته امبارح والكورة اللي كان فيها 3 احتمالات ان هي تبقى جون، وكنا احنا لسه في بداية الماتش، وانت لو جبت جون زي ده وانت بتلاعب الاهلي متدمر نفسيا من بعد ماتش بيراميدز مغلوب 3، وانت اللي قومته وخدت بايده وقومته قلت له تعالى علشان نجدد لك الامال ان انت تاخد الدوري تاني، وان انت تبقى انت اللي تحت ضغط وانت متصدر الدوري بقالك 3 شهور. فتعالى يا ناصر يا منسي اقول لك، اولا انت كنت انت والعدم سواء، ما رجعكش غير ماتش السوبر مع الاهلي، واحنا كلنا كجمهور الزمالك احنا كنا شايفينك انت مش بديل، انت اقل من البديل، ورجعت واجتهدت، والناس كلها بتقول عليك ان انت ماشيه معاك بدعاء الوالدين وماشيه معاك بالبركه ولانك مجتهد. بس انت اللاعب المجتهد اللي خد الشو ده كله ما يجيش في الاخر ويهبل التهبيل اللي انت بتهبله. انت في ماتش ام بي انت كنت بتعمل ايه؟ وقبله شبيبة القبائل انت كنت بتعمل ايه؟ فانت امبارح الكوره جات لك. انا هعلمك كوره المصاطب، واحنا قاعدين على المصطبه كده انا هقول لك كوره جات لك. كان قدامك 3 احتمالات. اولهم انت بتستلم الكرة بالشمال وبتهيأ، انتوا كنتوا 3 على 2 مدافعين من الاهلي. استلمت الكرة وانت في المنطقة بتاخدها وبتدخل وبرجلك اليمين اللي انت متعود بتشوط بيها وهتركنها في زاوية من الزوايا. ده جول. الجول التاني انت كان وراك بتزيرة. الجول التالت انت كان ممكن ان انت موهت ودفاع الاهلي اللي كان هيبقى بينك وبين الدباغ وهتعدي وتركن له الكوره بالراحه خالص، يدخل الدباغ بشماله على عدليته، كانت هتبقى جول. الجون ده كان معناه ايه؟ الجون ده كان معناه ان انت 1-0، انت اللي هتمسك الماتش. الاهلي هيعافر علشان يتعادل، وحتى لو يتعادل فهيتعادل ممكن يكون يتعادل متأخر. كل ده انت كنت هتصدر له ضغط، كنت انت اللي هتلعب بهدوء. فانت ناصر منسي ضيع مننا كل ده، وهوب كرة ملعوبة ملهاش اي 30 لازمة. طلع بن شرقي ولعبها بالهيد، اللي هي اصلا الكرة دي لو كانت جات لنا بالهيد كان ليها 3 احتمالات ان هي كانت تضيع. انا متأكد من كده. نيجي بقى لطريقة كابتن معتمد جمال، وده دور الكوتش. بص يا كابتن، تعالى نتعود ونقول ان في الماتشات الكبيرة اللي زي الاهلي والزمالك انا لازم بهيئ اللعيبة واقول له انت داخل الماتش ده انت متصدر،
انت داخل الماتش ده، انت لو غلبت الاهلي انت كده خلاص، انت الدوري بنسبة 90% عندك. فانا بهيئ اللاعب واقول للعيبة دي ما تخافوش، انت بتلاعب فريق متدمر نفسيا، وكانوا بيدوروا على اقالة رئيس النادي، جاي مغلوب 3 من بيراميدز. انت كنت في الماتش ده، لو انت كزمالك اخدت الماتش ده من الاهلي، انت مش كانوا هيقيلوا محمود الخطيب وبس، ده كانوا ممكن يعدموا سيد عبد الحفيظ. فانت كل المكاسب دي انت ضيعتها بهبل وبرعونة وبخوف وبجبن. انت بتلاعب 11 مع 11، انت متصدر الدوري يا ابني. يا ابني صدق نفسك، انت متصدر الدوري، قدامك خطوة وهتاخد الدوري، خلاص انتهينا. يا كابتن معتمد، انا ممكن وانا كوتش وشفت اللي انا شايفه، وبطريقة لعبي نص الملعب متاخد مني، وعندي واحد اسمه محمد الشحات بقاله اكتر من 6 ماتشات غايب تماما، بينزل عبء على الفريق محمد شحاتة. بسيطة يا كابتن معتمد، ان انت لما تنزل ماتش زي ده بعد نص ساعة غير اسحب لاعب ونزل لاعب، على فكرة مش وحشة. وفي الاندية المحترمة، الاندية اللي بتفهم، الاندية اللي عندها كوتش بالفعل، لما بيبقى في لعيبة بالمنظر ده وخطة اللعبة مش ماشية معايا وعندي لعيبة غير منتجة، انا كل اللي بعمله ان انا بسحب واحد وانزل لاعب. اللي هيطلع ده ومتغير لو هيزعل اضربه 30 جزمة على وشه، لان دي طريقة لعب. انا مش منزلك حنة ابن اختك، انا مش بنزلك ماتش شرفي عشان تتصور فيه، انا بنزلك كخطة لعب، انت تحت امر المدرب. انا شايف ان خطة اللعب مش ماشية لغاية اول نص ساعة، انا بسحب لاعب وانزل لاعب بالطريقة اللي تخليني ان انا اكسب الماتش. انما انت هتقول لي لا انا اصلا واسحب لاعب وهيتدمر نفسيا وهيزعل ويطلع ويخبط في الازايز بره ياكل بالجزمة على وشه. انا لاعب الكرة ده موظف عندي في النادي، نزلت خطة اللعبة مش ماشية معايا، انت كده انت زيادة، تعالى. انا مش طريقة اللعب بتاعتنا ولا خطتنا اللي هتمشي الماتش ده، تعالى انت انزل واحد مكانه، اغير طريقة اللعب، ادربك دماغ الفريق اللي قدامي، خاصة احنا 1-0، احنا مغلوبين 1-0. كان ممكن ان انا اعمل التركيبة دي، لكن ان انا افضل لغاية الشوط الثاني وانزل اشيل كمان 2 يبقى 3-0، هزيمة مذلة من فريق انا اللي قومته وخدت بايده، دي مش طريقة لعب ودي مش كاتشنة. وبالفعل انتوا بتثبتوا ان المدرب المصري فعلا لا يصلح لاهلي وزمالك. انتوا بتثبتوا بايديكم بعد ما كنا رافعين معتمد جمال في السماء، انت بتثبت ان لا، المدرب المصري لا يصلح للاهلي والزمالك، لانه ما بيقراش وبيخاف من اللعيبه. من الاخر، المدرب المصري بيخاف من اللعيبه. فصعب ان انت في ماتش زي ده، انا شايف عبد الله السعيد مش في حالته ان انا اسحبه، انا عارف ان ممكن عبد الله يطلع يعمل حركات مش حلوه ليا وهو طالع، بس لان انا خفت، لا انا افضل في الزفت اللي احنا كنا شايفينه، فنشيل 3 ونطلع وتبقى فضيحه. ويطلع واحد زي حسين الشحات لابس بوكسر ابيض ويروح وينرفز لعيبه الزمالك، وكمان يستفز جمهور الزمالك. انتوا اللي بتحيوا الاشكال الجربانه ان انتوا ترجعوها في ماتشات زي دي. مش هقول اكتر من كده.